ساعات انت تلاقي فيه ابواب موصدة مقفولة قصادك. ممكن تخبط على شغل تلاقي مقفول، على بيزنس مقفول، لكن ربنا عمل شوية ابواب مفتوحة ما حدش يعرف يقفلها. ابواب مفتوحة، حابب اعرفكم على الابواب المفتوحة عشان تقولوا الانبا بابلي قال لنا في ابواب مفتوحة، مش لازم الابواب اللي مقفولة. ايه الابواب المفتوحة دي؟ جايز انا كراعي حضرتك تتصل بيا في ميعاد مش هرد عليك، زي الناس اللي رنوا عليا دلوقتي وانا تليفون معايا وما ردتش عليهم. على فكرة ممكن يبقوا مزنوقين جدا، عندهم كارثة، بس الراعي ما ردش عليهم. مش عارف ارد؟ لا تقولي لي لا، واحدة بتقول لي لا ما تردش. فانا كراعي مش هينفع اتابع حد، لكن يا احبة موجود الشخص اللي بابه مفتوح، اللي بابه مفتوح مش ممكن حد يعرف يقفله. قال له كده لتدخل في مزمور 119 لتدخل طلبتي إلى حضرتك، يعني طلبتي دخلت لغاية عندك، لتدخل باب مفتوح، لتدخل طلبتي إلى حضرتك ككلمتك حيني. وأيوب أما يجي واحد منكم يقول أصل أنا ما شفتش ربنا، ففي سفر أيوب إصحاح 35 يقول إذ قلت أنك لست تراه فالدعوة قدامه. أنت بتقول أنا مش شايف ربنا، بس أنت صليت، أنت دخلت الباب. لتدخل طلبتي، افرض حضرتك كده عايز تقابل رئيس البلاد، اللي قاعدين قدامي يعرفوا يقابلوا؟ ما يعرفوش. ليه؟ هيقابل 102 مليون واحد، ازاي يعني؟ لكن الإله العظيم الأبواب المفتوحة بيقول لك أنا ذا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا لا يستطيع أحد أن يغلقه. باب الصلاة يا أحبة مفتوح، وباب ببلاش، وتدخلوا أي وقت، والساعة 3 الفجر وانت مش جاي لك نوم تكلمه يرد عليك، وكمان يقول لك أهلا بيك، وبقى يعني اكتب لي رسالة إن رنيت على راعي الساعة 3 الفجر ورد عليك. لتدخل طلبتي إلى حضرتك. باب مفتوح. أول باب اسمه باب الصلاة، تاني باب اسمه باب التوبة. اللص اللي على الصليب في لغة اليهود عندما يريد هذا اللص أن يتوب عن خطاياه، لغة اليهود يقولوا له إنك تجيب كبش وتأتي إلى خيمة الاجتماع وتقدمه أمام الكاهن، والكاهن ده يحط إيديه أو إيدك على الكبش ده ويذبح هذا الكبش أمامك ويهرق دمه، وبعدين يطلقك هذا ويقول لك مع السلامة، كده أنت قدمت عن خطاياك. طب اللص اللي على الصليب يعمل إيه؟ قال له الباب بيتفتح إمتى؟ قال له الباب مفتوح. قال له إيه يعني إزاي؟ قال له يعني ينفع تبقى تاخدني معاك أنت بابك مفتوح؟ قال له ده أنا بقول لك إيه النهاردة. قال له اذكرني. قال له ايه؟ مش بكرة. قال له ايه؟ اليوم تكون معي في الفردوس. عشان كده يقول في سفر الأعمال الصح 17 فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان، زي ما بيسموها في اللغة. الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل. يبقى أنهي وقت؟ أي وقت. وأنهي مكان؟ كل مكان. فالله الآن يأمر جميع الناس. باب التوبة أحبة مفتوح. وإن قصرنا نحن كرعاة أو خدام، الله عنده الأبواب المفتوحة.